منك اي حاجه وانت بتعمل فيا انا كده. امتى اخر مرة طلبتي الاهتمام والعاطفة وتصديتي؟ قاعدة مهمة: طلب الاحتياجات والتعبير عن المشاعر حق وواجب وحدود واضحة وشفافية، وساعتها بنحقق الكرامة بين الطرفين. ما نسيبش توقعاتنا تغلبنا. انا كنت متوقع منها تعمل، هو المفروض يفهم لوحده. الجمل اللي بنسمعها كتير منكم وبتضيع حقوقنا وسعادتنا. ازاي اعمل ده بشياكة؟ 1. validation، افهم مشاعر الاخر، اقبلها، حاسس بيكي، فهماك. 2. express، انا حاسة او انا زعلان. 3. ask، انا محتاج او انا عايزة. رابع حاجة reinforce، اني ابين للطرف الاخر هيستفيد ايه من الطلب اللي انا طلبته. 5. negotiation، خلي فيه مساحة تفاوض، مش لازم تاخدي اللي انت عايزاه 100%، ممكن تتفاوضي على الاقل من كده. المهم الطرفين في الاخر يكونوا مبسوطين. مهم تختاري الوقت المناسب والحالة المزاجية المناسبة اللي هتخليكي تتسمعي وتتقبلي.